من اشهر الممارسات الخاطئه في حديث الولاده، الا وهي ان احنا بنعمل صفرة وبنلاقيها مش عاليه. يعني الصفرة عندنا ان هي لو عاليه قوي تستلزم الحضانه، لو مش عاليه قوي ساعتها بنقول هنتابع ونهتم بالرضاعه الطبيعيه، مش ان احنا ندخل لبن صناعي. يا جماعه يا جماعه اللبن الصناعي مش بيعالج الصفرة، ده حتى نوع الصفرة اللي قالوا قد يكون اللبن هو المتهم فيها، خلاص الكلام الجديد اتغير وما بنوقفش اللبن الطبيعي وما بنديش صناعي. انا ما بحبش اللي هو ايه عنده الصفرة خد لبن صناعي. طيب الام الحمد لله الصفرة اتحسنت وكانت هتتحسن بالطبيعي او بالصناعي لانها مش صفرة تكسيريه وصفرة فسيولوجيه، ودلوقتي البيبي ما بيهداش غير على الصناعي. دلوقتي لبن الام قل. طيب احنا يعني دخلنا حاجه خاطئه هندفع ثمنها، وحضرتك الزوج او الاب هيدفع ثمنها على مدار السنتين، ومش مشكله الفلوس بتروح وتيجي، المهم الطفل اللي اتحرم من الذهب الطبيعي اللي ربنا خلقه له.